ازيكم؟ انا ماي كمال، وان شاء الله النهارده هنشرح كومبوننت جديد ممكن نستخدمه مع الاردوينو، وهو البوتنشيومتر. طيب يعني ايه بوتنشيومتر اصلا؟ بوتنشيومتر تعريفه ان هو a three terminal variable resistor in which the resistance is manually varied to control the flow of electric current. يعني ايه؟ يعني انا عندي البوتنشيومتر ده شكل البوتنشيومتر بتاعي في 3 terminals هدفهم ايه؟ ان هم يعملوا variable resistance. يعني ايه variable resistance؟ يعني انا محتاجة الريزيستنس عندي ما تبقاش ثابتة في السيركت مثلا، فمحتاجة كل شوية انوع فيها. ازاي انوع فيها؟ هو ده مهمة البوتنشيومتر، ان انا عن طريق الستيك دي بقعد احرك فيها لغاية لما اثبت على الريزيستنس اللي انا عايزاها. برضو ليه؟ علشان في السيركت بتاعتي مثلا لو انا عايزة اقلل او اضاعف او ازود قصدي current، ده عن طريق برضو ان انا بغير في resistance. هنا احنا عندنا اشكال كتير من البوتنشيومتر، بس اشهرهم طبعا اللي هو الروتري اللي احنا يعني غالبا بنستخدمه على طول في السيركت. في المالتي تيرن اللي هو التيرنز دي بتتحرك نفسها، انما هنا بتبقى ثابته. هنا في السلايد بوتنشيومتر بدل ما انا في العاديه بحركها روتيشنال بطريقه روتيشنال يمين وشمال، هنا برضه بحركها يمين وشمال بس بتبقى في one way، يعني يمين كده او شمال كده. البوت with integrated switch دي ليها برضه موضوع تاني، ولكن يعني الحاجة اللي احنا عايزين نعرفها بس هي الروتري بوتنشيومتر شكله عامل ازاي وبيتوصل ازاي. هنا بتبقى الفولتج اللي داخلاله، ويمين خالص او نمبر 3 بتبقى الجراوند بتاعته، وهنا دي الاوتبوت بتاعتي او بوصل بيها الاوتبوت. هنشوف برضو دلوقتي هنوصلها ازاي في السيركت وبيبقى شكلها عامل ازاي. طيب دي الدايجرامز اللي انا بستخدمها علشان اعبر عن البوتنشيومتر. انا عندي ده الدايجرام او ده شكله من جوه، ده شكل البوتنشيومتر من جوه. ازاي بقى؟ بيبقى عندي دول الثري تيرمينالز بتوعي. الاوتر تيرمينالز او الاوتر بينز بيستخدموا هنا البوزيتيف اللي هو الفي ريف او الفولتج ريفرنس، وهنا نمبر 3 ده بيبقى الجراوند. اللي في النص ده بيبقى الاوتبوت بتاعي او الريزيستنس اللي بتطلع لي في السيركت، وده بيبقى شكل البوتنشيومتر نفسه في السيركت لو انا عايز اعبر عنه. بس احنا مش محتاجين السيركت دلوقتي. وده فيديو بيوضح ازاي تغير الريزيستنس بتاعي بيتقاس. احنا عندنا هنا ده جهاز اسمه افوميتر. الافوميتر ده بنستخدمه علشان نقيس بيه حاجات كتير، سواء فولتج او ريزيستنس او كارنت، سواء بالدي سي او بالاي سي. طبعا ريزيستنس مفيش اي سي ودي سي، بس يعني ده جهاز اسمه افوميتر او مالتيميتر. فهو هنا استخدمه علشان يورينا ازاي لما بيحرك في الستيك الريزيستنس بتاعتي بتختلف. هو هنا البوتنشيومتر بتاعه كان اخره 8.5 كيلو اوم. طبعا في رينجز كتير من الريزيستنس اللي في البوتنشيومتر. كل بوتنشيومتر بيبقى ليه رينج معين، ولكن الطبيعي ان هو يبقى يعني من 8.5 لحد 10 كيلو اوم كده يعني. ده اول ابلكيشن، وده السوفت وير بتاعي، ودي التوصيله اللي انا عاوزه اوصلها. طبعا ده هنوصله في البريد بورد بدل ما احنا نوصله على طول كده دايركت. هي مش فارقه يعني، بس المنظم اكتر بيبقى على البريد بورد. هو هنا موصل الطرف الاحمر ده او الفي ريف او الريفرنس في الفولتج اللي انا بوصله بيها العاديه اللي هي ال5 فولت، والجراوند موصله عادي برضو بالبين جراوند. بس هنا في اختلاف. هنا موصل السلك بتاع الاوتبوت ب بين انالوج مش ديجيتال زي ما كنا بنعمل مثلا في الليد، علشان انا عايزه الاوتبوت بتاعي يطلع متغير. انا عندي هي اصلا البوتنشيومتر مهمته ان هو يطلع variable resistance، فانا لما الاوتبوت بتاعي يبقى variable
فانا محتاجه اخليه انالوج، فانا وصلته، هو وصله هنا بالاي 0 او الديجيتال، قصدي الانالوج بن اي 0. ده الكود اللي انا عايزه اعرف البوتنشيومتر بيشتغل ازاي، وعايزه اشوف البروسيس بتاعته والريزيستنس بتتغير ازاي. هنستخدم حاجه اسمها سيريال مونيتور. ايه السيريال مونيتور ده؟ زي هنا موجود في السكرين شوت. هو هنا مثلا عايز يوريني السيريال مونيتور ده بيشتغل ازاي. انا بستخدم السيريال مونيتور عشان اعرض الاوتبوت بتاعي. لو انا مثلا عندي حاجه عايزه اجربها، عايزه اشوف عايزاه يطبع لي الكود اللي انا بعمله. فهو هنا السيريال بيجن، يعني خلى السيريال مونيتور يشتغل، و 9600 دي ثابته. وطبع هنا في السيريال مونيتور هلو وورد عادي، ما طبعش ريزيستنس او حاجه اطلعها من البوتنشيومتر، عادي طلع يعني جمله عاديه هلو وورد، عشان ايه؟ يجرب بس بيه السيريال مونيتور. وعمل ديلي بين كل كوماند والتاني، لان احنا عارفين طبعا الفويد لوب بتكرر الكوماند كذا مره، عايزين يبقى فيه بس وقت ما بين كل اوتبوت والتاني. نرجع تاني. انا هنا برضو شغلت السيريال مونيتور، عملت له اكتيفيت في الفويد سيت اب عادي. واللي انا هعمله مختلف هنا، ان انا عايزاه يقرا الاوتبوت اللي هيطلع لي من البوتنشيومتر، ويخزنه في حاجه اسمها end sensor value. يعني انا هعرف السنسور فاليو دي كانها انتجر عادي، واخزن فيها الريدنج اللي هيطلع لي من البوتنشيومتر، اللي هو الريزيستنس اللي هتطلع لي، واللي هتطلع لي من انالوج بين 0. دي الكوماند بتاعها اسمه انالوج ريد، او ان انا بقرا الاوتبوت اللي طالع لي من البوتنشيومتر، وهخزنه برضو في السنسور فاليو. يبقى انا عندي الكوماندز الجديده سيريال بيجن والانالوج ريد. الانسنسور فاليو دي بس انا كاتباها علشان اخزن فيها. هنجرب دلوقتي في التينكر كاد ونشوف كل ده عملي. اول حاجه هعملها هجراب الكومبوننتس بتاعتي، ده الاردوينو والبريد بورد وده البوتنشيومتر، بيبقى ليه 3 تيرمينالز كده. هو باي ديفولت بيبقى 250 كيلو اوم، بس احنا ممكن نقللها، ممكن مثلا نخليها 10 كيلو اوم. هاخد من التيرمينال 1 اللي هو البوزيتيف واحطه فيه الخمسة فولت، ممكن نخليها حمراء عشان نعرف نفرق ما بينها، وجراوند. واخر حاجة الاوتبوت بحطها في انالوج بين، اي واحدة فيهم يعني، بس ممكن نحطها في 0 عشان تبقى اول واحدة. طيب انا كده التوصيلة بتاعتي تمام ومفيهاش حاجة. عايزة بقى اجرب الكود، اجرب برضو بالتكست. طيب احنا اول حاجة قلناها ان احنا هنعرف حاجة اسمها سيريال مونيتور، وده بيبقى في الفويد سيت اب. بكتب كده سيريال دوت بيجن و9600 سيمي كولن اهم حاجة. وهنا في الفويد لوب انا عايزة اخزن الريدنج بتاعتي اللي انا هطلعها من البوتنشيومتر واحطها في variable اسمه sensor value. طب انا الاول عايزة اعرف ايه هو السنسور value. هكتب كده int sensor value، ممكن اكتب اي حاجة يعني، بس يعني عشان تبقى واضحة. وهنا هقول ان الانت، او مش لازم اقول انت، ممكن اقول ان السنسور value على طول عشان معرفها فوق ان هي integer. sensor value equals analog read اللي هيطلع لي من pin A0. تمام. طيب هنا في حاجة ناقصة، انا قلت له تمام يخزن الريدنج بتاعي في sensor value، بس هو ايه الكوماند اللي هيخليني اصلا اطبع الريدنج دي على serial monitor؟ فهيبقى في كوماند اسمه serial dot print ln، ده بيطبع لي الحاجة اللي انا عايزاها على السيريال مونيتور. فانا هنا عايزة افيو ايه السنسور فاليو. تمام. وعايزة اعمل ديلي برضو علشان الموضوع ما يبقاش مبهوأ خالص.
السيريال مونيتور بجيبه منين؟ ده السيريال مونيتور طبعا هو مش هيعرض لنا حاجه دلوقتي لان احنا ما عملناش سيميليشن، فلما نعمل سيميليشن هنلاقيه يطلع لنا 1023. هي ايه 1023 دي؟ 1023 دي الماكسيمم اللي بيطلع لي كفولتج في صورة فولتج، وبيظهر لي على السيريال مونيتور. بيبقى الرينج بتاعه من 0 لحد 1023. 0 ده 0 فولتج، 0 فولت، وال 1023 هو ال5 فولت او الماكسيمم اللي عندي. فدلوقتي انا لو قعدت اعلي واوطي في البوتنشيومتر هتشوفوا الفولتج عمالة تروح وتيجي علشان انا بأثر فيها بريزيستنس. انا لو عليت الريزيستنس الفولتج هتقل، ولو وطيت الريزيستنس الفولتج هتعلى. في الابليكيشن ده احنا مختلفناش كتير، ولكن زودنا كومبوننت وهو الليد. ليه زودنا الليد؟ لان انا عايزه اشوف التأثير بتاع البوتنشيومتر على الليد هيعمل فيه ايه، هيخليه يعمل فيدنج. ان انا لو حركت الستيك بتاعه البوتنشيومتر يمين وشمال اشوف الليد وهو بيعمل فيدنج. ف احنا عارفين طبعا ان الرينج بتاع الليد بيبقى من 0 لحد 255. ده الإضاءة بتاعته والفولتج بتاعته بتبقى ده الرينج بتاعها. يعني أنا عندي الانالوج فاليو بتاعي بيبقى من 0 لحد 1023، بس أنا الليد بتاعتي الرينج بتاعها من 0 لحد 255. فأنا هعملها ازاي؟ هعملها عن طريق كوماند اسمه ماب. ده بيعمل مابينج. يعني ايه مابينج؟ يعني بحول الفاليو بتاعتي لفاليو تانية اقدر استخدمها. هو هنا في غلطة، المفروض هنا تبقى sensor value مش value بس. يعني عشان انا الفاليو بتاعي اللي بيطلع لي من الانالوج بين بحطه هنا بحط الرينج اللي انا عايزه اعمل له مابينج، وهنا الرينج اللي عايزاني اوصل له. فهنا 0,1023 ده اللي هو هيطلع لي من انالوج ريد، وبعد كده من 0 لحد 255 بتاع الليد. وبخزنه برضو في حاجة اسمها mapped value. أنا ممكن أسميها أي حاجة بس يعني عشان أعرف إن ده القيمة اللي معمول لها mapping. وبعرفها بانتجر. أنا ممكن أعرفها برضو في أول كود، ولكن هنا يعني عشان يبقى الموضوع أوضح. طيب أنا كده ظبطت الرينج بتاعي وخليت الانالوج بين يتعمل لها مابينج عشان تبقى ملائمة للليد وتبقى من 0 لحد 255. فعايزة كوماند يعرض لي بقى الكلام ده كله على الليد. يعني عايزة التأثير بتاع المابينج ده يظهر على الليد. ففي حاجة اسمها analog write، دي زي برضو digital write بس بالانالوج values. فعادي زي الانالوج زي الديجيتال رايت كنت بكتب هنا الليد نفسها وهنا القيمة اللي انا عايزاها. كل ده هنشوفه دلوقتي عملي. طيب هنا انا التوصيلة بتاعتي ما اختلفتش كتير، انا عايزة بس اوصل ليد زيادة. فخليت هنا بس الجراوند بتاعي مشترك علشان لما اوصل الليد برضو بالجراوند كده هيستهلك كتير جدا، لان اصلا الاردوينو مفيهوش غير 3 بينز جراوند. فانا لو عندي بروجكت كبير ومحتاجة كذا جراوند اوصله مش هتبقى حاجة عملية خالص ان انا اوصل كل واحدة ببين جراوند. فهخليهم هنا يشتركوا بس في النود دي كجراوند. اوصل الجراوند باول كده البريد بورد. وهنا ده الانود بتاعتي انا عايزه اوصلها بديجيتال بين. طبعا انا عايزاها PWM علشان تقدر تقرا الانالوج ريد او الانالوج اوتبوت اللي طالع لي من البوتنشيومتر ويعرف يعمل فيدنج. تاني حاجه هوصلها هنا بالجراوند، بس انا عايزه اوصلها بريزستور علشان برضو ما تتحرقش مني. وخلينا الفاليو برضو 300 مثلا، 300 اوم. طبعا هنا في التنكر كاد لو في اي تأثير على الليد، لو مثلا هيتحرق او اي حاجة مش هيبان في التنكر كاد. حتى لو مثلا محطتش ريزيستنس اصلا هتشتغل عادي، ولكن في الحقيقة لا، لازم اخلي بالي. بس دي التوصيلة وهندخل على الكود. هنا هعرف برضو الماب فاليو اللي قلنا عليها اللي انا عايزة اعمل بيها اللي هخزن فيها المابينج. وهنا هقول الماب value equals map. ايه الحاجة اللي انا عايزة اعمل لها mapping؟ السنسور value اللي طالع لي من البوتنشيومتر، والرينج بتاعي الاولاني اللي عايزة اغيره من 0,1023. الرينج الجديد اللي انا عايزة اوصله هو من 0 ل 255 بس.
انا عايزه اعرض طبعا المابد فاليو ده على الليد، عايزه اشوف التأثير، فهكتب analog write الليد نفسها، بس انا مش مسميها ليد، انا مش مسميها اصلا، فهاخد بس الرقم بتاع البين بتاعتها 3 واحط المابد فاليو. تمام. هعمل سيميليشن. طبعا السيريال مونيتور ده هو بيبقى كلير في الاول، بس انا عشان كنت عاملاه قبل كده هنعمل سيميليشن. احنا بس نخليها بس كأنها هنا زيرو ريزيستنس، كأني هنا البوتنشيومتر على زيرو ريزيستنس. لو انا قعدت اعلي الريزيستنس، بصوا الفولتج اللي بتظهر في السيريال مونيتور بتقل. كده بتعلى. كده احنا خلصنا الابليكيشنز. وصلنا بقى للاساينمنت. احنا عايزين نعمل اساينمنت عامل ازاي؟ عايزين نعمل هو عادي البناية الواحدة، ولكن هنزود بين كمان. ليه؟ علشان نعمل opposing fading leads. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما احرك البوتنشيومتر، مثلا هو هنا ثابت على زيرو، تبقى دي مثلا في اعلى حاجة، ودي كده تبقى في اقل حاجة. ولو وصلتها برضو وصلتها للاخر كده لاعلى ريزيستنس عندي، يبقوا العكس. يعني مثلا لو واحدة عالية خالص التانية تبقى واطية. وبرضو لو في الرينج اللي في النص، طبعا دي لو بتعلى بالراحة دي هتقل بالراحة، ودي لو بتعلى بالراحة دي هتقل بالراحة، وكده عايزاهم يبقوا عكس بعض. الكود بتاعها هنفكر فيه، ولو في أي مشكلة لو في حاجة محتاجينها ممكن تسألوني private أو على الجروب، أو تسألوا الانستراكتورز. وبس. باي.